يا مساء الفل عليكم. لحد امتى هنفضل نقاوح؟ لحد امتى هنفضل كدابين؟ لحد امتى هنبقى شايفين الحقيقة ودايما بننكرها بس عشان ما نطلعش شكلنا وحش؟ لحد امتى هتفضلوا تحكموا على اي حد بيقول اي رأي مش على هواكم فبالتالي هو عدو ليكم؟ قسما بالله وقلت بدل المرة 100 مرة، انتوا ما بتفهموش عربي. زملكاوي زملكاوي زملكاوي. مهما تحاول اتكلم، مهما احاول اقنع، مهما احاول اعمل اي شيء، كل اللي في دماغكم نظريه المؤامره، هي الريتش، هي الفيو، هي كسب ود الاهلاويه بس. ده فكركم، مفيش اي حاجه تانيه. انتوا النهارده عاجبكم اللي حصل في نادي الزمالك؟ عاجبكم النهارده التشكيل اللي بيخرب فيه اوسيريو؟ عاجبكم النهارده مع اول فرقه منظمه بتلعب علينا كوره قلت لكم هندخل فينا جوان وهنتشلوح؟ قلت الكلام ده ومحدش صدقني. فضلتوا تهاجموني وفضلتوا تقولوا لا الزمالك زي الفل والزمالك حلو. ادي اول مباراه اتكلمت عليها فيوتشر، ادي اول مباراه فرقه بتهاجم، اول مباراه فرقه واقفه على رجليها. هانت الزمالك في الشوط الاولاني، ولولا رعونه لعيبته اللي كانت تقدر تخلص المباراه بكل سهوله، والاتنين كانوا 3 4 5، ولولا جنش 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 جنش، صدق ما تصدقش اخبط دماغك في الحيطه. هل انا معنى كلامي ان جنش فوت الاجوان؟ لا لا، يا اللي عايش في نظريه المؤامره، لا او الف لا. قلت جنش مستواه تعبان، جنش مهزوز، جنش جاب اخره، جنش السن بتاعه جاب اخره. يعني جنش مستواه تعبان، قدر ان يرجع نادي الزمالك للمباراه بالتعادل 2-2. جون من زيزو حلو جدا، غلطه من جنش، وجون التاني جنش طلع غلط، نضاي حطها جون. بس هي دي مشكله نادي الزمالك. دفاعي لو بتلعب النهارده مع فرقه صح، فرقه واقفه على رجليها، فرقه بتمتلك حراسه مرمى، فرقه عايزه تخلص المباراه، كنا خسرنا النهارده 3 4 5. سيد اوسوريو، ما صدقنا شفنا التشكيل صح، ما صدقت وقفت على رجليك هجوميا. ايه العك اللي انت عملته النهارده؟ ايه لازمه رؤى مع عمرو السيسي واحنا جربنا الخطه دي 50 60 مره وفشلت؟ ايه لازمه ناصر منسي مع الجزيري؟ جربنا الخطه ديت بقياده السيد مرتضى منصور 300,000 مره ومع ذلك فشلت. ليه العند وليه كل شيء؟ الحسنه الوحيده في خطه اوسوريو هو فتوح، دمرته طلعته بره. الحسنه الوحيده في خطه اوسوريو هو شيكابالا، والحريه اللي مديها لشيكابالا انت النهارده طلعته بره. عمرنا ما شفنا النهارده ان يبقى عندك زنداري وحمزه المسلوسي والتاني اللي جنبيه اسمه محمد عبد الغني مخلي الزنداري بيجري على اليمين وهو الباك اليمين وبيرفع ومش قادر يرفع ولا كره واحده، ولا كره واحده عارف يرفعها. فبالتالي ليه لازمته كده؟ ايه الحاجه الفكره اللي بالنسبه لك اللي تخلي جزيري يلعب جناح شمال بانه منطق وبانه عقل؟ خربت الفرقه في الشوط الاولاني، وابوس ايديك ابوس ايديك، احنا مش فرقه صغيره ومش مش في عرض هزايم مره تانيه. النهارده كنت بتلعب مباراه ب6 بونت مع الفرقه المركز الثالث، النهارده انت قدرت تنتصر عليها، ودي بدايه الطريق الصحيح انك ترجع الى حد ما مركز ثالث وتغلب الفرقه ديت. ولسه اللي جاي ان شاء الله نغلب الفرقه بتاعه المركز الاول وهو النادي الاهلي، ومش بعيد. نادي الاهلي مش بعبع، نادي الاهلي مش هو اللي يعني اللي بينيمنا من العصر. نادي الاهلي فرقه زي فرقه، فرقه واقفه على رجليها، فرقه محترمه، فرقه كل شيء عندها A1 لانهم ناس محترمين، تمتلك اداره قويه، مدير فني قوي، لعيبه رجاله. بس انت قادر انك تلعب قدامهم مباراه قويه جدا. وما تنساش انك اسمك الزمالك، رغم الناس اللي موجوده ورغم الناس اللي بتهينك ورغم الناس كل شيء، لكن يظل نادي الزمالك اسم كبير مهما الناس حاولت تقلل منه. فبالتالي يا عم اوسوريو، الخطه اللي اتفقنا عليها واللي بنلعب عليها بقالنا فتره كبيره ما تخرفش. زيزو موجود، شيكابالا موجود، نضاي موجود، اللعيبه بتاعتي فتوح موجود، للاسف رؤى اللي موجود حاليا دلوقتي هو ده موجود، عبد الغني، حمزه المسلوسي، زناري، هم دول الاساسيين بالنسبه لنا. بس زناري ما لعبش يمين. لازم نلعب الاهلي ند بند، لازم نلعب الاهلي بقوه، بلاش تخريف في التشكيل. التشكيل اللي انت عملته النهارده ده لو نزل انت قدام مباراه النادي الاهلي هنتشلوح،
بمعنى كلمه. النادي الاهلي مش نادي فيوتشر. النادي الاهلي ما بيصدق يجيب فيه جون بيفكر في الثاني والثالث والرابع، لانه عايز يعمل ريكورد لجمهوره. عارف ان جمهوره بيتغنى بالفوز الكبير والفوز العظيم اللي هو دايما بيحاول عايش عليه. عندهم الجراءه وعندهم القوه وعندهم الامكانيات اللي تخليك تعمل كده، بس مشكلتك دفاع. وانا قلت الجمله دي بقالي 10 ماتشات نفس الاغنيه بغنيها، مشكلتك دفاع. هنقابل النادي الاهلي ازاي بالدفاع ده؟ صعب صعب. مهما كنت قوي، نادي الزمالك بيمتلك خط هجومي وخطه هجوميه روعه، قادر يهز اي فريق. بالرغم من انت ما بتمتلكش لعيبه قويه، لكن انت بتمتلك مرونه في اللعيبه الاماميه، ما تعرفش مين هيمسك مين، بس تلعب بالخطه الاساسيه. بدليل انت الشوط الثاني لما نزلت بخطتك الاساسيه، فتوح نزل وشيكابالا نزل والناس الحلوه دي نزلت، وقفت على رجليك وقفت صح. فيوتشر ليه كوره في العارضه، وانت كذلك في شيكابالا ليه كوره في العارضه. لكن غير كده مستوى الشوط الاولاني كنا محظوظين 100% ان احنا نخرج متعادلين. وقلت الكلام ده، بص، كل الهجوم على العكس من جماهير نادي الزمالك. انتوا بتهاجموني وانا واحد منكم؟ انتوا بتفكروا بقى له منطق وبقى له عقل؟ انا عمري ما شفت كده زملكاوي يهاجم زملكاوي. يا عم قسما بالله قسما بالله انا مش بفكر غير في مصلحه نادي الزمالك. انا ما بيهمنيش غير نادي الزمالك. انا كل اللي انا محتاجه ان اشوف نادي الزمالك كويس. احنا عندنا الخبره ما فيه الكفايه، ولو سالت اي واحد زملكاوي بيفهم هيقول لك اللي بقول لك عليه كده. لو سالت واحد معجون كوره زمالك زي كده هيقول لك الصح، لاني مش هجاملك. هل انا ممكن العب على مصلحه نادي الزمالك عشان اتشهر وعشان يبقى عندي ريتش وعشان يبقى عندي فيو وعشان ارضي الاهلاويه؟ بقى منطق وبقى عقل. فانتوا بتهاجموني لما انا بقول لكم ان نادي الزمالك الحمد لله نتعادل، وكنا محظوظين بوجود جنش، لان جنش دون المستوى، لان جنش مستواه تعبان زي ابو جبل. خلصوا زي ما انا قلت برضو. يرد عليا باستفزاز ويقول لك ما هم فيوتشر كمان محظوظين بصبحي. طب انا عارف صبحي قلت عليه، اللي يرجع لفيديوهاتي على نفس الصفحه هينين اتكلمت قلت انا ما عنديش ثقه في صبحي، ما عنديش ولا 1% ثقه في صبحي. صبحي مهزوز. صبحي من اسوأ حاجه موجوده في نادي الزمالك هو وخط الدفاع. ليه؟ لانك بتمتلك مدرب حراس مرمى اسمه محمد عبد المنصف، مع كل الاحترام ليه ما دربش حد في حياته، طلع من الضل النار، كان جون في الاتحاد، فجاه لقى نفسه بيدرب فيه الاسماعيلي مع ميدو اللي اختاره جابوا حب ومجامله، فجاه لقاه في الزمالك. عنده خبره ايه؟ على النقيض مدير حراس المرمى بتاع نادي الاهلي اللي مش فاكر جنسيته ايه بصراحه، لكن هو دوت طور من حراسه المرمى، طور من شوبير، طور من الشناوي كالعاده، طور من علي لطفي، طور من حمزه علاء حارس الاولمبي. يعني انا قلت ان صبحي تعبان، يرجع يرد عليا يقول لك انت بتهاجم من نادي الزمالك. انا ما بهاجمش نادي الزمالك. نادي الزمالك فلت من هزيمه محققه في الشوط الاولاني. نادي الزمالك كان ممكن يخرج الشوط الاولاني 3-4. واسال اي حد بيفهم كوره هيقول لك ان التشكيل نزل بيه نادي الزمالك، والخطه اللي لعب بيها نادي الزمالك، واللخبطه اللي كانت في الملعب في نادي الزمالك كانت تخرج بالزمالك 3-4-0 لفيوتشر. عاجبك انت احمد عاطف لكل مباراه بيعمل معانا نفس الحركه بنفس الطريقه، بيغفل الدفاع، غفل عبد الغني وغفل الزناري بكره كده اهوت في ثانيه. هل ده مدافع احنا نقدر نستأمن عليه؟ عمرنا ما نقدر نستأمن عليه. نادي الزمالك عنده مشكله دفاعيه، ودي مشكله اوسيريو الوحيده في نادي الزمالك. نحن لا نمتلك خط دفاع، وده اللي يخليني حاطط ايديا على قلبي في مباراه النادي الاهلي القادمه الصعبه القويه. النادي الاهلي بيمتلك بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا، وكلنا شفناهم النهارده في مباراه الاتحاد كان قمه في الفوقان. قدروا يخلصوا على الاتحاد بالرغم من غيابات نادي الاتحاد الكتير النهارده، لكن قدروا يخلصوا عليهم 2-0 في اول ربع ساعه وريحوا لعيبتهم والدنيا خلصت. فبالتالي انت لو دخلت مباراه النادي الاهلي وانت متاخر بجونين او 3، دي هتبقى مشكله كبيره جدا في حق نادي الزمالك، ومش هنقدر نعوض كميه الانتكاسات وكميه الفضايح. ونادي الزمالك مش قابل هزيمه تاني. كفايه هزايم، وكفايه هزايم من النادي الاهلي. ابوس ايديكم، اتمرمطنا هزايم من النادي الاهلي. لما بنقعد نهرج مع اصحابنا ونقول لهم امتى كسبتونا ولا انتوا اخر مره كسبتونا امتى، تقول لك كل الماتشات اللي فاتت احنا بنكسبكم، كل الماتشات. لاول مره بقى نخلي عندنا دم، يا نتعادل مع النادي الاهلي يا نغلب النادي الاهلي. ما فيهاش مشكله لو عملت ماتش برجوله، ماتش باستقتال، دعمت خطوط الدفاع بتاعك بالنسبه لك، لعبت على الهجمات المرتده، ما فتحتش الخطوط قدام النادي الاهلي، بس تلعب مباراه قويه فيها سجال. ويا عم سيريو ابوس ايديك، ما احناش في حمل تغيير خطط مره ثانيه. نادي الزمالك متصلب،
وانت اللي عملت التشكيله دي، ودي التشكيله اللي وقفت نادي الزمالك على رجليه. والنهارده الحمد لله فوز متتالي، مباراه ولا مباراه هزت المنافسين اللي قدامك. النهارده الاهلي عامل لك حساب فيوتشر، النهارده كان عامل لك حساب بيراميدز لما يجي يلعبك برضه عامل لك حساب، لكن تخاريف تاني في التشكيل ما احناش مستحملين. خلينا نتكلم كوره يا زملكاويه، ابوس ايديكم، خلي مصلحتكم على نادي الزمالك وبس. سيبكم من الاشخاص، سيبكم من المؤامرات، سيبكم من اي حد بيطبل لكم. رئيس نادي الزمالك النهارده طالع يقول لك الناس بتنادي عليا، الناس بتنادي عليا، الناس بتنادي عليا. ليه الناس بتنادي عليا؟ وبيقول لك ارجع وتعالى انقذنا. ليه؟ ويقول لك انا رجعت وجبت لهم كلور في حمامات السباحه وجبت لهم مسامير الصناعيه. عمرك شفت رئيس نادي الزمالك بيعمل كده؟ عمرك شفت اهانه اكتر من كده؟ ومع ذلك بلاقي ناس بتشتمني وتطلع تشتمني بالام وبالاب عشان بس غلطت في سيدهم مرتضى منصور. عشان غلطت في سيدهم يقول لك مرتضى منصور اشرف منك، ومرتضى منصور هو اللي عمل، ومرتضى منصور ومرتضى منصور. يا عم انا ماليش علاقه بمرتضى منصور، انا لي علاقه بنادي الزمالك. حتى قناه نادي الزمالك المخطوفه نادي طلع محمد رجب الصحفي يقول لك الزمالك جاب اكبر صفقه تاريخيه فيه هو مرتضى منصور. يا عم الناس دي مش مصلحتها على نادي الزمالك، ما تبقوش انتوا زيهم. لما تشوفوا عيب في نادي الزمالك اطلعوا اتكلموا فيه. لما تشوفوا اوسيريو بيخرف التشكيل اطلع اتكلم فيه. لما تشوف ان اللعيب اللي قدامك جنش سوء مستواه هو السبب اللي خلانا نجيب جونين ونتعادل ورجعنا المباراه تاني، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا النهارده وما خسرناش، وكانت نفسيتنا زي الزفت قبل مباراه كبيره زي النادي الاهلي، قول الحمد لله. لكن في نفس الوقت ما تقفلش عينيك عن الفضايح اللي موجوده في الفرقه. ما تقفلش عينيك عن التشكيل اللي كان زي الزفت، ما تقفلش عينيك على اللعيبه اللي لعبت اللي كانت دون المستوى، ما تقفلش عينيك على مستوى خط الدفاع السيء جدا جدا اللي دون المستوى. ما تقفلش عينيك على حاجه زي كده. مش معنى ان جني يساعدك على التعادل يبقى انت كده جامد وجبار وعالمي والدنيا معاك زي الفل. فوقه فوقه، بلاش احنا نبقى اعداء لبعض. طبيعي ان الاهلاوي يهاجم الزملكاوي والزملكاوي يهاجم الاهلاوي، لكن عمري ما شفت الزملكاوي بيقابل زملكاوي عشان بس عايش في نظريه المؤامره اللي هو انت بتعلي، انت ما يهمك الريتش، يهمك الفيو، يهمك كده. عشان كده مصلحه نادي الزمالك دايما في الارض، عشان كده دايما ما بنحطش ايدينا على المشكله فعلا. نادي الزمالك محتاج فوقان، نادي الزمالك مش محتاج تخريف، نادي الزمالك ما بيمتلكش خط دفاع، ولازم نكون عارفين حاجه زي كده قبل ما نقابل مباراه مهمه، عشان ما نصحاش على هزيمه مذله تهنا يوم الخميس الجاي. وارجع اقول لكم يا ريت اللي جرى مكان وانا قلت الكلام ان احنا لا نمتلك خط دفاع. هل انا مش مبسوط ان الزمالك فاز؟ لا بالعكس، انا مبسوط جدا ان الزمالك فاز، مبسوط وفوز معنوي قبل مباراه كبيره زي النادي الاهلي. انك تفوز على المركز الثالث، انك تثبت نفسك في المركز الثالث وتدي قلق للمنافسين اللي جايين، وانك ربنا يكرمك الماتش اللي جاي وتفوز على النادي الاهلي. ما تزعليش مني، النادي الاهلي تفوز عليه وتحرق له فرحته بالدوري، لان البطوله ما بين الاهلي ونادي الزمالك، وتحرقه له الفرحه بالدوري وتفوز عليه وتحرق دمه زي ما هم بيقولوا، وانك تغلبه وانت مركز ثالث، تدي اشاره للي جاي ان انا قادم، ان انا بعدت عشان سوء مستوايا، ان انا بعدت عشان بمتلك اداره زي الزفت، لكن انا راجع وان انا قادم، وباذن الله يكون في حكم بكره في قضيه مرتضى منصور ويبقى عزله نهائي، ونلاقي انتخابات نظيفه جايه بدون هذا الشخص يكون موجود فيه، عشان نبدا موسم جديد فيه انتصارات، فيه هدوء، فيه مجلس اداره، فيه مدير كره، فيه لجنه كره، فيه ناس منظومه صح تقدر تدير النادي، لان نادي الزمالك نادي كبير يستاهل اداره محترمه تديره. فبلاش نكون اعداء لبعض، احنا زملكاويه مع بعض، ومصلحتنا في الاول وفي الاخر هو نادي الزمالك. لكن كل ما انزل بوست، كل ما انزل حاجه زي كده الناس تفهم ان انا بعلي وبرضي الاهلاويه. بالعكس انا بقول الصراحه مش انت مش عاجباك انت حر، انت مصر تحط راسك زي ما بيقولوا في الرمل زي النعام، لكن انا هقول الصح عشان مصلحتي هي مصلحه نادي الزمالك. الحمد لله على فوز النهارده المعنوي اللي مهم جدا بالنسبه لنا، لكن فوز خادع لازم يدينا اشارات كتيره جدا ان مباراه نادي الاهلي الجاي لا تمتلك اختراعات ولا تحتمل اختراعات في التشكيل، تشكيلك الثابت ينزل، ولازم الناس الاجنحه اللي هو زيزو اللي انت هاركته النهارده دفاعيا هو نضاي ما يتحركوش من ورا وقت ارتداد النادي الاهلي بالكره. الخروج من التعادل بالنادي الاهلي نتيجه كويسه، الخروج بالفوز هو نتيجه احلى واحلى واحلى. اتمنى التوفيق لنادي الزمالك في المباراه القادمه امام النادي الاهلي، وده هيبقى اهم فوز لينا في الموسم ده، انك تفوز على نادي كبير ما خسرش محليا من ولا فرقه
فرقه كاسحه كل الفرق في افريقيا وفي البطوله المحليه، فبالتالي مباراه مهمه. اتمنى لعيبه نادي الزمالك تكون رجاله وتبقى على قدر المسؤوليه، واتمنى يا عم وسيريو ابوس ايديك بلاش اختراعات في التشكيل، ويا رب تكون خدت الدرس النهارده من مباراه فيوتشر. تسلم ليكم، تصبحوا على خير.